مرحبا. من التعليقات اللي احترمتها كتير وحبيتها وجت هيك على وتر قلبي، يمكن في حدا كاتب لي بأحد الفيديوهات اللي نزلتها وطني، إنه هو عم يقول علي إني أنا أمثل هي المقولة: وطني الذي يعيش فيني ليس فقط الذي أعيش فيه. عن جد جيت أنت على الوتر الحساس. صح أنا سافرت، صح أنا بعدت، وصح العائلة كلها تشتتت وكل واحد منا صار ببلد وعم نتواصل بس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بس عن جد نحن حملنا الوطن بقلوبنا، حملنا أوجاعه، حملنا ذكرياتنا بحقائبنا وإجينا. لذلك صعب كتير إنه ننسى مهما عشنا وعجبتنا البلد اللي نحن عايشين فيها. وأنا بقول الوطن ما هو كومة حجار، الوطن هو كرامة، الوطن هو المكان اللي بتشتغل فيه وبتلاقي رزقتك فيه وبيأمن لك كل متطلبات الحياة والمعيشة وإلى آخره. بس مع ذلك ذكرياتنا بسوريا، أوجاعنا بسوريا، تنشئتنا الأولى بسوريا، ولدنا فيها وكبرنا فيها وتربينا على أرضها وأكلنا من خيرها وشربنا من ميتها وتعلمنا بمدارسها وتداوينا بمشافيها. فصعب كتير، خاصة أنا مثلي، يعني إني أنا طلعت منها على كبر، يعني ما طلعت أنا أساتني مثلا طفل صغير لحتى أنسى. بالتأكيد حملت سوريا بقلبي. شكرا كتير للي كتب لي هذا التعليق، إنه أنت حملتي الوطن معك لما سافرتي، والوطن مو هو اللي منعيش فيه بس، هو الوطن اللي بيعيش فينا. سوريا عايشة فيني. يسلموا إيديك للي كتب لي هذا التعليق.